اتجوزت جوز أختها ودخلت الإسلام بعد إقناعها بيه. محطات في حياة أشهر حما في السينما المصرية. ماري منيب. الفنانة الكوميدية الكبيرة ماري منيب هي أشهر ممثلة عملت دور الحما في السينما العربية. وعلى الرغم من وفاتها من أكتر من 50 سنة، لكن بيفضل الضحك الغير منقطع والبهجة هم مظاهر مصاحبة لمجرد طلت السيدة دي على الشاشة. ماري اتولدت في بيروت سنة 1905. اتقال إنها اتولدت يوم 18 فبراير، بس بسبب ظروف كتير اتسجلت يوم تاني. ماري جت مصر مع أسرتها وأقاموا في شبرا. ماري واجهت صعوبة في الأول إنها تقنع أهلها إنها تمثل، لكن بعد إلحاح منها وافقوا، وبدأت حياتها الفنية رقاصة ومطربة في الملاهي. وبعدها انضمت لفرقة الريحاني، ودي كانت أول خطوة في ظهورها ونجاحها وتثبيت أقدامها. وقتها الريحاني كان منبهر بيها وبموهبتها. ماري في البداية كانت ديانتها هي المسيحية، واتجوزت مرتين. المرة الأولى من الفنان فوزي منيب وأخدت لقبها منه، وخلفوا كذا طفل قبل ما ينفصلوا. وجوازها التاني كان من المحامي المصري فهمي عبد السلام جوز أختها، واتجوزوا بعد وفاتها علشان تربي ولاد أختها. واتقال إنها كانت رافضة الزيجة دي، بس لما عرفت الغرض منها وافقت بسرعة. وبعد كده أشهرت إسلامها بعد تأثرها بالطقوس الإسلامية وقرايتها للقرآن. ماري عملت حوالي 200 فيلم معظمنا بيعشقهم، ومنهم الحموات الفاتنات، حماتي ملاك، حماتي قنبلة ذرية، لعبة الست، أم رتيبة، ولصوص لكن ظرفاء. وكمان شاركت في فيلمين ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهما العزيمة سنة 1939 وسي عمر سنة 1941. ماري سابت خلال مسيرتها الفنية عدد كبير من الإفيهات اللي لسه في ذاكرة كل مصري، زي اسأليني أنا مدوبهم 2 تكنيلة طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة. انت جاية هنا علشان اشتغلي سواقة؟ وبسبب مرضها ما قدرتش ماري تقدم آخر مسرحياتها إبليس، ودخلت المستشفى وتوفت سنة 1969 بعد ما كانت سبب في ابتسامة وضحكة ملايين المشاهدين العرب، وهتفضل ذاكرتها عايشة وسطهم.